صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ شايفين معايا النهارده جبت التين الاسود. التين الاسود ده موجود في اسوان، انا معرفش يعني ما شفتوش الا هنا. هعمله مربى وهشوف معاكم الطريقه، وهي نفس طريقه طبعا المربى العاديه، بس انا هعمل التين الاسود. كل مره بنعمل التين العادي بتاعنا بس ده اسود. وبرده معايا فراوله، هعمل مربى فراوله ومربى تين. دلوقتي انا عملت اول حاجه غسلت التين وغسلت الفراوله. هقطع التين في الحله اللي هعمل فيها، وهقطع الفراوله في الحله اللي هعمل فيها، وهحط على كل الكيلو هحط عليه نص سكر. الكيلو هحط عليه نص سكر عشان انا يعني مش بحب الحاجه حلوه جدا، بحبها متوسطه. اول حاجه قلت هقطع التين وهقطع الفراوله، وهحط على كل كيلو نص كيلو سكر. العلبه دي نص كيس السكر الكيلو انا حطيته هنا، فده نص كيلو سكر هحطه هنا على التين، ونص كيلو التاني هحطه على الفراوله. يعني نص كيلو كده هيبقى على الفراوله، ونص كيلو زيه هيبقى على التين. وهعمل ايه بقى؟ هقطع التين في الحله زي ما انا شايف كده، شايفين كده؟ هقطعه في الحله كده نصين، وهحط عليه السكر وهسيبه منقوع بقى يعني من بالليل للصبح. واقوم الصبح بقى ابدا اغليه على النار، وهوريكم هنعمله ازاي. وخليكم معايا. قبل كل حاجه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا معايا عشان نشوف بقيه الطريقه هتبقى ازاي. بدأت بقى بعد ما باتت، او مثلا سيبيها من الصبح لحد بالليل منقوعه في السكر، وبعد كده حطيها على النار. اول ما تغلي تشيلي الرين ده، كل ما يطلع الرين تشيليه وتوطي بقى عليها النار خالص، وتسيبيها بقى لغايه اما تستوي خالص، وتلاقيها بقى مش مصححه كده، تبقى تلاقيها بقى اتفتتت كده وبقت مربى. مش هنضيف لها اي حاجه. بعد ما نخلص نشوف هنعمل فيها ايه. هتسيبيها بقى تغلي كده على نار هاديه خالص، كل ما تلاقي فيه ريم كده طلعيه. وهكذا برضو الفراوله، انا حطيت برضو الفراوله اهي على النار، ولازم برضو توطي النار خالص. بعد ما تغلي هتشيلي الرين برضو في الفراوله.
هنوطي بقى النار لا تفور على البوتاجاز. هي الفراولة بتطلع ريم اكتر من التين. كده وطيت النار، ومن وقت للتاني بقى ادخل اشوفها برضو كده واشيل الريم واقلبها بسيط، متحركهاش كتير يعني. نروح للتين اهو. هنوطي بقى عليهم النار خالص وغطيها، بس اخليها مواربه بس ما اقلبهاش كتير يعني. هي ايه، هسيبها كده هي هتدبل لوحدها وهتلاقيها بقت ايه زي المربى، زي المربى. زي ما انتوا شايفين من وقت للتاني اقلب فيها واشيل الريم كده، عشان الريم ده هو اللي بيخليها مدة الصلاحية بتاعتها تبقى قصيرة. انا مغطية النار خالص طبعا. ونشوف التين كمان. هو كده قرب اهو يتقل، بس انا هضربه بالهاند بلندر علشان يتفتت شويه. لو ما عندكيش الهاند بلندر اضربيها في الخلاط ضربه واحده كده يعني مش كتير، او اضربيها بالهراسه وهي في الحله كده، تهرسيها في هراسه كده بتتباع بره مخرمه، تهرسيها زي هراسه البطاطس كده. طبعا انتوا فاهمين ان كل المربى دي الميه اللي نزلت منها هي مربى التين، ميه التين نفسه وميه الفراوله، ما ضفناش ليها اي ميه. طبعا مع السكر لما ساح بيدي سيوله، فما بتتحطلهاش ميه خالص. شايفين اهو مفيش ريم خالص خالص، وهي بدات تتقل اهي. شايفين بدات تتقل، ما بقتش زي الاول كان فيها ميه كتير. شايفين؟ هضربها كده بالهاند بلندر عشان افتتها شويه عشان هي قطع، وبعد كده هحط عليها نص ليمونه تدي غلوتين واطفي عليها. وطبعا هعبيها ببرطمانات تكون معقمه مغليه في ميه وخل، وما تنشفيش البرطمان من جوه ولا تحطي ايدك عليه خالص من جوه. وبعد كده هتروحي معبياها لما تبرد وتقفلي البرطمان، بس تملي البرطمان على الاخر، ما تسيبيش فيه مساحه فاضيه، علشان المساحه الفاضيه دي ممكن تتدخل هواء. انا بقلب المعلقه، كل التين ليه معلقه والفراوله ليها معلقه. شايفين بقى صوت فراوله اهي، شايفين؟ هي الفراوله لسه عشان ميه الفراوله بتبقى اكتر. هقلبها كده برضه كل شويه. طبعا انا موطيه النار عشان ما تفورش، وفي نفس الوقت ممكن تستوي بسرعه وتنشف ويكون التين لسه ني او الفراوله.
فانا موطيه عليها النار خالص كده. هي التين يعني يعتبر قرب خلاص كده. انا هضربه ضربه هيتقل اكتر، واحط الليمونه، نص ليمونه ونص ليمونه هنا برضو، هو مفيش ريم خلاص اهي. هقلبها بقى تقلبتين بعد الليمون كده، يدوبك تغلي غلوه غلوتين يعني، وهقفل عليها النار. شايفينها بعد ما ضربتها؟ شايفينها؟ بالنسبه للفراوله برضو هحط نص ليمونه كده، هقلبها برضو واسيبها برضو ايه تغلي كده غلوتين، واطفي عليها النار. والتين برضو اهي النار واطيه جدا عليه خالص، اطفي عليه كده خلاص كده. التين خلاص. شايفين يا بنات بعد ما خلصت بقى الفراولة عقمت البرطمانات وعبيتها. شايفين التين طبعا اكتر من الفراولة عشان التين كان يعني التين كان اكتر من كيلو طبعا. شايفين عبيتها كده والفراولة اهي. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر.